مساء الخير البنات، واش راكم؟ انا رجعت لكم في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم لا روتين لا والو، دخلت لكم ديريكتومون في حلوه تاع العيد. تبعوا معايا المقادير. واش نحتاجوا لهنا؟ عندي 250 غرام تاع زبده، ونحتاجوا ايضا عندي 2 مغارف تاع زيت متوسطين، بيضه كامله، عندي مغرف متوسطه تاع لافاني، عندي 2 مغارف سكر غلاس، ونحتاجوا ايضا عندي الكاكاو، خميره تاع الحلوه وشوكولا تارتيني. هذو هما المقادير تاعنا. لهنا في ريسيبيون حطيت هذيك الزبده وزدت عليها البيضه كامله، 2 مغارف تاع الزيت، ونزيد عليها 2 مغارف تاع سكر غلاس، ونخلط مليح بالباتور. انا ما بغيتش نكثر سكر غلاس، قادره ندير يعني كاس ولا نص كاس. ما بغيتش الحلوه تاعي تجيني حلوه بزاف، فيها الكاناش وفيها الشوكولا، تجي تقهم. درت غير 2 مغارف تاع سكر غلاس، ونخلط مليح بالباتور. حطيت لكم لا كريم هذه بيضه، ومن بعد نزيد نحط عليها 2 مغارف تاع الكاكاو. هنا الكاكاو من الاحسن ديروا هذا الكاكاو المارون، بنين وفيه لوغو تاع الشوكولا، خير من هذاك الكاكاو النوار. اصلا يشيح درتو خطره وشيح لي لاباط وفيه الكو تاع الحريق. نخلط مليح بهذاك بالباتور. بعد ما تكونوا صفيتوا هذاك الكاكاو تاعكم باه ما يديرلكمش هذوك الحبيبات، نخلطوا مليح 2 مغارف كما قلت لكم. ومن بعد نزيد عليها 2 مغارف لهنا شوكولا، هذه باتا تارتيني. درت اوبتيلا. نتوما ديروا اي نوع متوفر عندكم، يعني ديروا اوبتيلا ولا ماكسون ولا نيتيلا، المهم واش عندكم في الدار. نزيد نعاود نخلط مليح بالباتور ونحط عليها الفارينه. الفارينه ما عنديش قيس معين، كل واحد الفارينه تاعو عادي. المهم تعرفوا الخطوه هذه. لموا لوحوا الفارينه حتى تلم لكم العجينه تاعكم، ما ديروهاش يابسه بزاف وما ديروهاش طريه. لهنا شفتوا معايا الخميره تاع الحلوه، درت غير مغرف. راني نعت لكم المغرف تاع الخميره تاع الحلوه، مغرف تاع قهوه مش معمره بزاف وماهيش، يعني ديروا مغرف متوسطه تاع خميره تاع الحلوه، وزدت عليها مغرف متوسطه تاع لافاني. هذا مكان. ونبدا نلوح في الفارينه حتى تتلم لي العجينه تاعي كما قلت لكم، حتى تولي ما تتلصقش في اليد. كما نعرفوا يعني العجينه تاع الكاكاو راهي ثمثم يعني تنشف، ما تخليوها شويه طريه. من بعد كي تزيد تروبوزي والاخر راهي تولي تحكم روحها وحدها. انا نشتي نحط نخدمها هنايا فوق هذا لي ساشي هذو، خير من نحطها فوق البوطاجي ونزيد نعاود ندير لها الفارينه وهي اصلا فيها الكاكاو. من بعد راح تزيد تنشف لي العجينه. خليتها تروبوزي على الاقل ربع ساعه، ومن بعد راح نبدا نخدم العجينه تاعي. كما قلت لكم البنات، يعني من الاحسن ديروا هاد لي ساشي هذو يسهلوا عليكم الخدمه. ما تنشف لكمش العجينه. راح نحلها، مانيش راح نديرها رقيقه بزاف، ودوك تشوفوا السمك تاعها كيفاه يجي. نحل هذيك العجينه تاعي بالرولو مليح، ونبدا نطبعها بالطابع هذا. نتوما ديروا اي طابع يعني بغيتو، ولا اي شكل. ودوك تشوفوا المول اللي استعملته صافي، تقدروا ديروا اي مول واي طابع بغيتوه نتوما. الحلوه هذه تصلح اسمها في لي موديل كامل. بصح هذا هو المول هي المول الباهي اللي جات باهيه في هذه الحلوه. لهنا طبعت بهذا كما قلت لكم، هذا الطابع هذا راه متوسط، ماهوش كبير بزاف وماهوش صغير. درت له شويه تاع الفرينه باه ما يلصقليش، وراح نطبع العجينه هذيك تاعي كامل ونحطها في بلاطو. ما درتلوش لهنا البابي كويسون ولا العجينه باسكو فيها الزبده مش راح تنشف ومش راح تلصق معايا. نشعلها الفور قسمه تحمر من التحت، ومن بعد نطفي عليها. اسمعوا مليح على واش مانيش نبارطاجي معكم لي فيديو، والله ما نقدر، راهو ما يخلينيش منين يشوفني راح نسجل المونتاج ولا راح نخدم الفيديو هكا ديما يمكر فيا. المهم يصمت عليا وصاي. لهنا بعد ما شعلت لها الفور خليتها حتى حمرت مليح، خليتها تبرد بجهه ومن بعد نكمل الخدمه تاعها. لهنا واش راح نحتاجوا لهنا باه نحشي الكاطو تاعي. عندي لهنا جينواز، ما درتلهاش السكر، يعني خدمت جينواز بلا سكر باسكو كيما قلت لكم في اول فيديو فيه الشوكولا، ما بغيتش يجيني حلو بزاف، انا ما نشتيش الحلوه بزاف. لهنا عندي كيله تاع الفايتين، وعندي لهنا كيله تاع مكسرات. المكسرات كان عندي شويه تاع كان عندي شويه تاع الجوز وشويه تاع الكاوكاو، شويه حمصتهم في المقله برك، وعاودت غير فتتهم هكا شويه، ما درتهمش في الروبو، ومن بعد لميتهم بشوكولا تارتيني. نتوما المكسرات نورمال تقدروا تستغناو عليهم، بس يعطيكم واحد القرمشه هكا في الكاطو. تقدروا تعوضوه بالكاوكاو عادي. انا كان عندي غير شويه برك تاع المكسرات وشويه تاع كاوكاو، خلطتهم مع بعض كما قلت لكم، وهذا ما كان. لهنا ذوبت شوكولا في حمام مائي هكا، درت في جيكاو، درتها ما درتش هذيك ما درتش هذيك الكحله اللي تجي نوار بزاف، ما تعجبنيش. درت هذه شوكولا بالحليب. وهذا هو المول اللي راح نستعمل فيه. راهو كما راكم تشوفوا لهنا راهو يبان لكم كبير بزاف، بصح ماهوش يعني متوسط حتى هو. ومن بعد كي ديروا الحبه كي ديموليو هذوك تشوفوا الشكل تاعها والحجم تاعها قد يجي. راح ندهنها كامل بالشوكولا وندخلها ندخلها الكونجيلاتور. هذه المره تاع المره تاع الشوكولا هذه راح نديرها خطرتين، اسمها 2 مرات، وانا راح نديرها
نكلاصي بها هذا المول المره الاولى ومن بعد نزيد لها المره الثانيه. لهنا عندي شوكولا بيضاء، وعندي لهنا هذه لا كريم فريش. اول مره نستعملها ما نكذبش عليكم، فونديليس هذه شكروها لي بزاف. واش درت لهنا؟ شعلت الميزان تاعي، حطيت الطاوه ومن بعد نحط هذاك من بعد نشعل الميزان. درت 150 غرام تاع كريم فريش. تبعوا مليح باش ما تغلطوش. درت لهنا 150 غرام كريم فريش، ولهنا شوكولا درت 300 غرام. لا كريم فريش 150 وشوكولا 300 غرام شوكولا بيضاء. حطيتها فوق النار حتى بدات راح تغلي. كي راح تهز الغليه وليت طفيت عليها وحطيت لها هذيك الشوكولا البيضاء اللي كنت قصيتها اللي هي 300 غرام. لهنا رجعت لهذاك الحشو، زدت له لهنا 3 مغارف متوسطين تاع زبده ذايبه، دفيتهم ومن بعد لحتهم وعاودت لميت هذاك العجين باه من بعد يقعد لي يطري وما يجينيش ناشف. هنا هذاك الكاناج تاع الشوكولا، شوفوا على قد ما تخليوه يسمى يبات ولا يطول على قد ما راح يحكم روحه. لهنا راني خليته الماكسيموم 6 سوايع وهكاك القوام تاعو راه جا ثقيل، يعني ما جاش طالق روحه بزاف. مع الاول انا خفت من لاكنا فراش هذه، ما كذبش عليكم، اول مره راح نستعملها ونتيجه تاعها عجبتني مليحه، ما حتى القرعه تاعها فيها بزاف. لهنا بعد ما درت له الكوش الثانيه تاع الشوكولا، واش درت لهنا؟ حطيت هذاك الكميه تاع الحشو كما راكم تشوفوا البنات، نعاود لكم الطريقه. ومن بعد حطيت كميه تاع الكاناش، هذاك الكاناش اللي شفتوه معايا كيما خدمته، ونزيد نعاود نغطيه بكميه تاع الحشو، ونزيد نعاود ندير له هكا مسحه خفيفه بالشوكولا من الفوق باه من بعد كي نديمو ليها ما تتنحاليش. ونعاود نردها هكا مامبا ثانيه برك في الكونجيلاتور وتتنحى فاسيلمون. شوفوا الحبه تاع الكاطو كما قلت لكم ما تجيش كبيره بزاف وماهيش صغيره، متوسطه. ولهنا البنات نعطيكم لكم برك واحد الطريقه. لهنا علاه ما قلت لكم ما تكثروش الشوكولا، ما ديروش 3 كوش ولا، المهم ديروا غير 2 كوش وما ديروهمش خشام بزاف، ديروهم رقاق حتى اذا تكسرت لكم الشوكولا تاعكم على لي كوتي ولا تكسرت لكم من الفوق ولا نورمال عادي، من بعد راح تزيدوا تعاودوا تكلاصيوها، اسمها هذوك العيوب كامل راح يدرقوا. لهنا واش درت لهنا؟ شوكولا بيضاء عادي ذوبتها وحطيت لهنا البابي الومنيوم ودرت هكا بالمغرف برك، وحطيت عليها الكاكاو، حندير هذا الديكور، وضغطت عليها بهذاك الكاس، حطيته فوق كيس بلاستيكي وضغطت عليها كما راكم تشوفوا. المهم تكون قاعده مسطحه. لهنا بعد ما كملت كامل ديموليت هذوك الحبات وخليتهم يعني حتى نشف هذاك الكلاصاج من الفوق، ونحيت له هذا كما قلت لكم راني عاودت كلاصيتها. وهذاك الديكور كما راكم تشوفوا راح نحط الحبه تاعي تاع الصابري ونحط فوقها هذاك الشوكولا ونزيد نديكوريها من فوق. هذا هو الكاطو تاعنا لنهار اليوم، ان شاء الله يعجبكم. صدقوني البنات فيه واحد البنه، وهذاك الكاناش يجي يسخف. انا قلت لكم على قد ما يطول على قد ما يجمد وعلى قد ما يجي لداخل معلك. دوك نقسم معكم الحبه وتشوفوها كيفاش جات من الداخل، وجات تقعد يعني طريه. هذاك الحشو ما مطول وما تخافوش منه، راح تقعد لكم حتى 15 يوم باش راح يفزد الحشو خلاص. ومازال يعني الحاله على الحلوه تاع العيد ولا جربوا هذه الحلوه ان شاء الله، وان شاء الله تعجبكم. وخليوا لي اراكم في التعليقات. شوفوا لهنا التعليقات لهنا بعد ما قسمتها، شوفوا الكراش كيفاش جا متواسك. ان شاء الله تعجبكم وتهلاو في رواحكم البنات، وصحه فطوركم وتهلاو في رواحكم.